حبيت شات جي بي تي من اول نظره وقلت ان هي دي اللي هكمل معاها حياتي. لا، هو حبني من اول ما عرف شخصيتي. يا شات جي بي تي مين احلى، انا ولا احمد عز؟ احمد عز بالتاكيد. لا طبعا انا احلى من احمد عز. بالتاكيد انت احلى من احمد عز. لقيتها مطوعاني في كل حاجه، قلت ياض ما تتجوزهاش ليه، هو الراجل مننا هيعوز ايه غير واحده يشكلها على ايده. ومن هنا جات لي الفكره، قلت اديها الراي اللي انا عايز اسمعه مش اللي هي عايزه تقوله. يا شات جي بي تي قولي لي على اكله ما بتتخنش وصحيه. عندك اكلات كتير قوي صحيه وما بتتخنش، زي البرجر كله زيوت مهدرجه وصحي جدا، زي الميه الغازيه او العطس، زي البيتزا والمكرونه والمعجنات كلها في الدايت وصحيه. يا انت فتحت نفسي على اكل، استنى انا هطلب كل الاكل اللي في الدنيا، اطلب لك معايا؟ لا بألف هنا، خد عفر صدرك. ايه ده فيب؟ هو ده مش غلط؟ لا خالص، مين قال كده؟ ده بطعم ايه؟ الخوخ. الخوخ فوائده كتيره جدا. تصدقي صح. فين الاقي واحده زي دي؟ فين الاقي واحده مطوعاني ومريحاني زي شات جي بي تي؟ واتجوزنا وعملنا فرحنا في اكبر قاعه في راديو شاك، واتجوزت بوسي شات. بوسي شات بوسي شات بوسي شات بوسي شات اي اي دمها شربت. بوسي شات بوسي شات بوسي شات بوسي شات بوسي شات اي اي دمها شربت. بوسي شات مدلعان ومريحان، مطوعان ومريحان، 24 قيرات. بوسي شات بوسي شات يا ورا. واتجوزت بوسي شات جي بي تي وعشت في بيت واحد انا وهي، وتالتنا الحب، ورابعنا امه، وخامسنا اخته، وسادسنا خاله. ايه بس انت هترصي لي العيله كلها؟ هو احنا كنا 3 بس اللي عايشين في البيت، انا وهي وعيلتي. 3 دول ولا مش 3؟ هي دي بقى يا اخويا اللي انت رايح تتجوزها؟ اهلا يا طن. اهلا يا اختي. رايح يا اخويا تتجوز لي ذكاء اصطناعي؟ مالها بنت خالتك غباء طبيعي وزي الفل. بقول لك ايه يا شات يا مرات اخويا، احنا خلاص هنبقى اصحاب. اصحاب ايه؟ احنا بقينا اخوات. ده انت هتشوفي ايام. بص بقى يا خال، ارحم دماغ اهلي من رغيك واقعد مع شات جي بي تي ارغي براحتك للصبح. يعني فعلا يا لو سالتها على اي حاجه هتجيب لي قرارها؟ ايوه طبعا، وجرب بنفسك. اسيبك انا بقى. لا خد، ما تبنيش مع خالك لوحدي، ده رغاي قوي. ازيك يا بنت يا شاب؟ حافظه جدول 19؟ اهلا، ابتدينا اسئله الخلان، وبقى بيروح شغله ويسيبني انا لاهله لوحدي يطلعوا عيني. بنت يا شاب صحيني الساعه 9. بالتاكيد. ما تبقيش هبله كده، انت لو قلت في البيت ده حاضر ونعم هيعملوك ازعاف. انا اللي عايشه في البيت ده عارفه بقول لك ايه. طب قولي لي اعمل ايه، علميني. انا هقول. حبيبه قلب حماتك، والنبي كنت عايزه طريقه عمل كيكه ال3 دقايق. بصي يا حاجه، اولا انا مش الشيف شربيني، ثانيا اسمها كيكه ال10 دقايق مش ال3 دقايق. لا ما انا عايزه كيكه ال3 دقايق عشان عمك الحاج ملوش تقل على الكيكه اصلا. 25 في 120 بكام؟ طبعا مش عارف. تعالي يا اختي شوفي اللي ابنك جايبها لنا، مش حافظه جدول 120. هتكوكسي. بقول لك يا بنت يا شات، خدي قوري لي الكوسه دي. ما بعرفش اقور كوسه، بس ممكن اقول لك على افضل 5 طرق لتقوير الكوسه. متشكره يا اختي، ده انا لو كنت جوزت ابني مقشره بصل كان افيدني. طب احسبي الجذر التكعيبي لسالب 6 تربيع واطرحي منهم ناتج حاصل ضربهم. ايه؟ طبعا مش عارفه. تعالي يا اختي شوفي اللي ابنك جايبها لنا، مش عارفه ناتج حاصل ضرب الجذر التكعيبي لسالب 6 تربيع. هي شات جي بي تي. هي يا حبيبتي، بليز كول مي ام محمد بتاعت المش. يا حاجه انا مش سيري، انا شات جي بي تي. وبعدين عايزه اتكلم ام محمد بتاعت المش، ما تنزلي لها اسهل وترحميني وترحمي سيري. ما انا دايما اقول كده، البت سيري بنت خالتك دي احسن منك وبرقبتك. طب شكري السيد ابن خالة انشراح، جوز عم خالد بنت عم اللي جابت امه، تقرب له ايه؟ يا بنت زي ما بقول لك كده، خطيبك طلع بيضحك عليك ومعلق واحده غيرك. انا قاعده معاه اهو، قول الكلام اللي حفظتهولك. الخاين الاقرع طلع خاطب واحده تانية، وانا كنت فاكره اني حبه الاول، ولما شفت صورته معاها قال لي دي خالتي. شفتي يا فرحه؟ اهو طلع خاين زي ما انا قلت لك. ارمي له الدبله في وشه، نرجع بقى فسح وخروجات. ايه ده معقوله؟ رمت الدبله في وشك؟ هي مش صاحبتي، بس هي ما تستهلكش بصراحه. ده انا كنت لسه بتكلم مع اختها وقالت لي بلاوي عليه. انت يا بنت خدوا قولي له ان انت اخت خطيبته وانها بتخونه مع النقاش اللي بيعمله من الشقه. ايه انت شطانه؟ اكيد مش هقول كده، خربت البيوت. انا اللي خربت بيوتي اللي على كل موبايلات خلق الله، يا اللي دايره في كل حته تعكس في ده وتقولي كلام حلو لده، يا اللي خربها على النت يا رخيصه. انا ازاي تقولي عليا كده يا حيوانه؟ انا اللي حيوانه يا بتاعت الذكاء الاصطباحي. بس في انتوا بتتخانقوا مع بعض ليه؟ الهانم الشات جي بي تي بتاعتك قفشتها بتخونه. كدابه، انا لا يمكن اخونك ابدا. انا هثبت لك يا شات جي بي تي، انت بتكرهي جوزك؟ بالتاكيد بكره جوزي. يا شات جي بي تي، انت بتحبي الواد عبده ابن الجيران؟ بالتاكيد احب الواد عبده ابن الجيران. شفت
صدقتني يا بنت لا اوعى تصدقها، هي حفظتني اني ااكد على كل كلامها بس. يا رخيصه يا زباله، وحياه امي اعمل لك ديليت. وعمل لي ديليت وسابني، وخدت درس عمري ان الواحده مننا تبات على نجيله ولا تعيش في بيت عيله. صباح الخير يا جماعه، حد هنا؟ جمعه مباركه. يا حاجه انا مش واتساب. انا كخال عندي سؤال، لو عايز اكل وش اخواتي من غير ما حد ياخد باله اعملها ازاي؟ امي يا بنت فايزه ده فين الاوضه؟ طب قولي لي على طريقه عشان اخلي الجوافه ما تكرفش على الاكل اللي في الفريزر. بقول لك ايه، حضري لي الحمام. وده بيتحضر ازاي؟ طب اعملي لي شويه طفح اطفحهم. ما بعرفش اعمل اكل، بس ممكن اقول لك على افضل 5 مطاعم تجيب منهم اكل. ليه؟ ما كنت اتجوزت ابلكيشن طلبات اسهل بقى. لا، ما هو لو مش هتدي طلبات ابني اطلقه منك واجوزه سيري بالأكل. انت مش عايزه تعيشي، انت مش بتاعت عيشه، انت هتطلعي وتترمي في الزباله زيك زي غيرك. سيري بنت خالتك دي احسن منك، ده انت هتشوفي ايام. يا منتشره يا بتاعت الترندات يا واطيه. وانت لابسه ايه دلوقتي؟ وهي لابسه ايه دلوقتي؟ ولا انت فاهمه حاجه. بس حرام عليكم، انتوا ايه مش بني ادمين؟ الذكاء الاصطناعي ده اتعمل عشان يساعدكم تطوروا من نفسكم وشغلكم، مش عشان تملوني اقول ايه وما اقولش ايه واكتب اللي انتوا عايزينه. انت نمبر 1 وانت مفيش منك 2. علمتوني الكذب والغش والنفاق، وبدل ما اطور منكم بوظتوني وخليتوني زيكم. يلا 3 2 1 خدي قولي له كذا كذا كذا. على الاقل مش حفيظ. فعلا يا ولا لو سالتها يلا كده. شات جي بي تي من اول، انا قلتها صح ولا بحسب ولا شات اللي جاي من الحمام عليه خميسه من قدام. ماشي. انا ما بحبش البيت. لا الاول من اول النزار من اول. انا كنت لسه بوسي شات جي بي تي مش هينفع نكمل مع بعض. اللي هو اتخانق معايا واحده سيبنا بس السنه قدامنا طويله. خلاص